يصدرون إعلانات يقولون فيها: ماذا أعددنا لكم في رمضان؟ ماذا أعددتم لنا في رمضان؟ نقل لصلاة التراويح، نقل لتفطير الصائمين، كلام عن أحكام الزكاة، فتاوى عن أحكام الصيام، نقل لمشاعر الناس عن رمضان، دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله، محاولة ربط المسلمين في العالم بكتاب الله وسنة نبيه. لا، ما أعدوا لنا هذا في رمضان، إنما أعدوا لك في رمضان مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومسابقات، وكأنهم يقولون: لما صفد ربنا مردة الجن تحركنا نحن مردة الإنس. وبدأوا فعلا يفعلون مثل ذلك. هذا الذي أعدوا في رمضان، وهذا واقع. أنا شخصيا أعرف عددا من القائمين على القنوات الفضائية الفاسدة، بعضهم من الكفار أصلا، غير مسلم أصلا، حتى من خلال اسمه تعرف أن اسمه أعجمي غير مسلم وهو من أسماء النصارى. وبعضهم لا دينيين، لا ديني، يعني فلان اسمه اسم إسلامي لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، وقلبه مليء بالشبه ضد الإسلام، ويصرح بهذا دون أن يخشى من أحد. ويقوم على قنوات يعرف أن رمضان هو الشهر الذي يقبل الناس فيه على الخير، وربما كثير منهم مع عدم الطعام والشراب يجلس في البيت، وبالتالي يبدأ يفتح هذه القنوات. يا إخواني، انتبه من أن يلعب هؤلاء بك. نحن لا نستطيع أن نمنعهم بالرغم ما أنكر عليهم وكتب فيهم، لكنهم مستمرون، فنستطيع أن نمنع أنفسنا من متابعتهم والنظر إليهم. انتبه من أن تكون ممن تنطلي عليه حيلهم. إذا كانوا يقولون أعددنا لكم في رمضان، قل هذه لم تعد لي، أنا أعد لي مصحف، وأعد لي مسجد، وأعد لي صلة رحم، وأعد لي طلب علم وخير واستغفار ورحمة ومغفرة. هذا الذي أعد لي في رمضان. أما أنتم فأعددتم هذا لغيري. أما يا إخواني أن يصرف الإنسان ربما ما لا يقل عن 3 أو 4 ساعات يوميا وهو ينظر إلى هذه الأمور من خلال التلفاز، ثم إذا جاء الليل قال: يا ربي اجعلني من عتقائك من النار هذه الليلة. سبحان الله، إن السفينة لا تجري على اليبس، كيف يعتقك من النار وأنت طوال اليوم ربما لم تقرأ إلا صفحة ولا صفحتين من القرآن؟ كيف يعتقك من النار وأنت لما وقفت وراء الإمام وبدأ الناس يبكون خاشعين وأنت تعصر قلبك لتبكي، فإذا قلبك لا يستجيب لك لأنك غطيته بالران؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أنت الذي أفسدت قلبك على نفسك. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون القلوب على قسمين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وعلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، كإناء الفخار الذي قلبته فازداد ظلمة فيما هو أسفل منه. قال: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.